عليكم، كنتسناكم تكونوا بخير على خير. بعد غياب طويل جيت معايا جديد. الاقتراح ديال اليوم هي تحليه بدون فرن، سهله وسريعه التحضير. اهم حاجه مكونات جد بسيطه لذيذه ما تشبعوش منها. ما نزيدش نطول عليكم، ندوز المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا بحال دائما نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا في واحد الاناء غادي نكب نصف لتر ديال الحليب، وغادي نضيف عليه ايضا 3 معالق ديال السكر، وغادي نضيف 3 معالق ديال المايزينا. اذا ما كانت عندكم مايزينا يمكن لكم تعوضوها بالدقيق. بالنسبه لهاد التحليه كتوجد بسرعه، المكونات ديالها جد بسيطه. كنصحكم انكم تجربوها، او اهم حاجه كتجي لذيذه بزاف. وايضا هنايا غادي نضيف 3 معالق ديال الكاكاو، كاكاو المر ولا الكاكاو الحلو. صافي دابا في هالاثناء بعد ما ضفت 3 معالق ديال الكاكاو غادي ندوز انني نخلط هاد المكونات جيدا. صافي دابا انا هنا بعد ما غادي نحس ان المكونات ديالي تخلطوا مزيان، غادي ندوز نعدل الخليط ديالي ولا التحليه ديالي فوق البوطه ونخليها تعقد. واهم حاجه انني خصني نبقى نحرك وما نزولش يدي من التحريك حتى نحس بان الخليط ديالي بدا كيتقال. في هذه الاثناء انا هنايا كنت صافي وجدت الخليط ديالي ودوز انني نعدل كيكس في هذه القوالب ديالي. هذا القالب اللي غادي نستعمل انا. بالنسبه هنا نستعملوا انا استعملت اول حاجه كيكس، استعملت من اي نوع ديال الكيكس، يكون كيكس طبيعي. صافي دابا انا هنايا بعد ما اصلت بدا كيكس على هذا الشكل هذا غادي ندوز انني نشوف الخليط ديالي كما قلت لكم. ها هو دابا عندي واجد اللي حاطط عليه انه يكون واجد، يكون كيغلي مزيان على هذا الشكل هذا. غادي نفرغ في الاول الطبقه الاولى، غادي نحاول انني نعوض ديك الطبقه ديالي باش كيكون طبقه مستويه، ومن بعد غادي نضيف الطبقه الثانيه ديال الكيكس. في هذه الاثناء انا هنا غادي نضيف الطبقه الثانيه ديال الكيكس، وغادي نحاول انني نعمر الجوانب كامله بالكيكس ديالي. دابا انا هنايا غادي ندوز انني نعادل الطبقه الثانيه ديال الكريمه ديالي على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. انا هنا حاولت انني نقول لكم خطوه بخطوه وما نزربش الفيديو باش تشوفوا المقادير بالضبط. صافي دابا انا هنايا غادي نضيف الطبقه الاخيره اللي هنايا. انا كما لاحظتوا بدلت الشكل ديال الكيكس. انا هنايا الكيكس الاول اللي كان تاعي ودرت هذا كيكس ديال ماريا. ثم كما قلت لكم قبيله استعملوا اي نوع ديال الكيكس عندكم متوفر. صافي هنا في الاخير غادي نضيف الطبقه ديالي الاخيره، وغادي يكون انني هاد التحليه ديالي واجده ونخليها تبرد مزيان. صافي دابا انا هنايا فرغت ديك الكميه اللي باقا لي كامله، وغادي نحاول انني نغطي ديك التحليه باش مابقاش يبان ديك كيكس. في هذه المرحله هذه غادي ندوز انني نعادل الطبقه الاخيره ديال هي الطبقه ديال الشوكولا ديال التزيين. يمكن لكم نتوما تخليوها هيدا تذوقوها باي حاجه، ولا كما تستعملوا الطبقه اللي غادي نستعمل انا هنايا. كما لاحظتوا معايا انا هنايا استعملت كنت ذوبت 100 غرام ولا 100 ملل ديال الشوكولا، وكنت ضفت عليها
200 مليلتر ديال الكريمه. الخطا اللي عملت انني نسيت ما ذوبت الكريمه. كخصني في الاول نسخن الكريمه عاد نضيف على الشوكولاته. حسيت بان بحال الشوكولاته ديالي ولا هاد لاصوص ديالي بدات كتقصح شويه. الا حطوها بدات كتقصح شويه يمكن لكم تعدلوها فوق حمام مريم وكيرجع القوام ديالها ليس صافي. دابا انا هنا في الاخر كنت ضفت لها شويه ديال الكركاع. نتوما كلكم تستعملوا الكركاع استعملوها خلوها هكذا طبيعيه بلا زيادات. يمكن لكم تستعملوا بيبي دو شوكولا. نتوما عندكم حريه ديال الاختيار بحال دائما بالنسبه للتزيين. صافي دابا انا هنا فرغت ديك لاصوص ديالي ولا داك الصوص ديال الشوكولا وغادي نحاول انني نعوضها باش باش تكون ملسه على التحليه ديالي كامله. في الاثناء دابا انا هنا غادي ندخل تبرد تقريبا هذيك واحد الساعه ولا نص ساعه على حسب الجو كيف عندكم. صافي دابا نخليكم مع الطبق ديال التقديم. كتجي التحليه كتجي اهم حاجه لذيذه وما تشبعوش منها خصوصا ديال الاطفال. لذيذه بزاف واهم حاجه ملي كتكون بارده كتكون شابره في راسها مزيان. صافي ندوز هنايا ونحاول انني نقطع معكم. ها كيف كيجي الشكل ديالها ملي بردات. هي كتجي لذيذه المكونات ديالها جد بسيطه وكنصحكم انكم تجربوها. بحال دائما اذا عجبكم الفيديو ديالي دمرني باللايكات شاركوا في القناه اللي باقي ماشي مشارك تفعلوا الجرس فرجوا نصيحه. ها كيف كيجي الشكل ديالها. انا دابا هنا غادي نحاول نقطعوا مع بعضنا باش تشوفوا كيف كيجي الشكل ديالها. كتجي واحد الطبقه لذيذه مع الشوكولا مع داك الكركاع مع داك الكيكس. طبقه واحد مميزه.